عندنا اطفال اقل من 4 سنين، يبقى ناخد بالنا من شويه حاجات هتاثر عليهم مستقبلا. اول مشكله ان لم تكن هي اكبر مشكله موجوده دلوقتي هي استخدام التابلت والموبايل طول الوقت. الواحد بقى بيستغرب بيلاقي عندنا اطفال اقل من سنتين بيقعد يدور على اي موبايل يحاول يفتحه وعارف هو رايح يدور على ايه عشان يتفرج عليه. اللي بيحصل ان دي الفتره اللي فيها بدايه تكوين الادراك بتاع الطفل، تعريفه للاشياء، يعرف ايه الصح وايه الغلط، ايه الولد وايه البنت، ايه الالوان، ايه التعاملات. فانت وانت سايب الطفل طول الوقت مع الشاشه بتاعته وعمال يتفرج بقى على كرتون، يتفرج على اغاني، يتفرج على الوان مختلفه، تبدا تكون ادراكه بشكل غير الشكل اللي المجتمع عايزه، بشكل غير الشكل اللي ممكن الدين كمان عايزه. ناخد الحته الابعد من كده، ان الطفل طول ما هو عمال يتفرج على الافلام او المسلسلات او الاغاني اللي بيتفرج عليها، الدوبامين ليفل عنده بيعلى ايرلي. المفروض الطفل في المرحله دي ما عندوش الدوبامين يزيد، انما تعوده وتعلقه بالشاشه والحاجه اللي بيتفرج عليها مخليه عنده مستوى الدوبامين طول الوقت عالي، وده اللي عامل له حاله السكوت او الانبساط اللي ست الكل مامته فرحان ان قاعد ساكت فعارفه تروح المطبخ تطبخ او تعمل اي حاجه من الحاجات اللي وراها. قصاد كده احنا قدام قنبله موقوته، دي بتكون اهم اسباب حدوث الاوتيزم عند الاطفال، ويتاخر في الكلام ويتاخر في التعبيرات ويتاخر في حاجات تانية كتير، او تدخل الطفل بعد كده في الاتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي ديس اوردر، ومشاكل ضعف الانتباه ومشاكل الذاكره ومشاكل طبعا في الحركه بتاعته. غير طبعا السلوك العدواني اللي بقينا بنشوفه دلوقتي عند الاطفال في 3 و4 سنوات، جايبينه منين؟ جايبينه من القعده طول الوقت قدام الشاشات، سواء الموبايلات او التابلتس او حتى اللابتوب او ايفن طبعا التلفزيونات. فناخد بالنا ان احنا اللي بنعمله في اطفالنا ده جريمه كبيره. حتى لو احنا عايزين نسكت من زنهم، في طرق كتيره جدا ممكن تتعمل ننمي فيها ذكائهم ومهاراتهم، ونساعد كمان في تحسين التغذيه بتاعتهم، لان احنا عندنا كارثه في الموضوع ده. اغلب الاطفال حاليا 3 و4 سنين اغلب الاكل بتاعهم مكرونه وبانيه، فرايز، بطاطس، شيبسي، حلويات. وطبعا لو الاب والام هم كمان بياكلوا الحاجات دي كتير فالطفل طالع زيهم. فما نجيش نشتكي بقى من السمنه المبكره للاطفال، ما نجيش نشتكي. وخد بالك هو بياكل وقاعد بيتفرج على التلفزيون او بيتفرج على التابلت او على الموبايل، فذهنه مش مركز فبياكل كميات اكبر من الاكل عشان يقعد ساكت. الموضوع كبير ولو هنتكلم فيه هناخد وقت طويل جدا واكتر من حلقه من الحلقات. انا جاي هنا عشان اوعيك، افكرك بحاجه ممكن تكون انت عارفها بس مش واخد بالك منها. ناخد بالنا من اطفالنا ومن اللي حوالين مننا، نفتكر دايما ان صحتهم هم هي اللي اهم.